اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم على بركة الله جيتكم بالصامصة والصقار، أسرع حلوة تقدري توجديها للضياف تاع الغفلة. كي يجيك ضيف على غفلة وانت ما درتيش في حسابك ولا ما عندكش حوايج بزاف في الدار، هذه الحلوة تساعدك سريعة وبسيطة وبنتها هايلة ومختلفة حتى على اللي نشريوها من برا. الحق تاع ربي بذوق الشوكولا. ان شاء الله تعجبكم وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك. هنا على بركة الله نبداو. عندي باكي ديول كاس سكر، نص كاس نواد كوكو، ربع كاس سكر، نوتيلا مزهر. هذا واش نحتاجه كامل في الوصفة. كل خطرات لازم مليح. انا نشتي نحب مرات يكون عندي شويه كاوكاو مرحي في الدار محطوط، عندي نواد كوكو. باكي تاع ديول ساهل، ما عندكش هكا دقيقه وانت جبتيه واختصرتي على كي يكون عندك الضياف غفله اللي مسكوتش ويطولوا الحوايج هذو. هنا كما حطيت المكونات تاعي كامل كما قلت لكم: كاس سكر، كاس كاوكاو، نص كاس نواد كوكو، ربع كاس سكر، زوج مغارف مزهر. هنا راح هذا هو السر تاعها، انه ندير فيها مغرفه نوتيلا. انا هنا درت مغرفه معمره بزاف. نتوما مثلا كانت شويه جامده النوتيلا تاعكم اقدر الكريمه استخدمي زوج مغارف، هي بالاصل زوج مغارف، بس انا هنا جاتني سائله بزاف تعمرت لي المغرفه فوق، لازم جاتني جويه زوج مغارف في فرد مغرفه. المهم هنا تخدمي بشويه وتخلطي. هنا انا خدمت بالمغرفه ما ساعدتنيش، انا راح نخدم بيدي نلمها كامل حتى تلم لي عجينه. هي صح راح تجي كيما نقولوا عجينه، بس انا راح نرجع نفتتها ونديرها كيما البربوشه. ها هي كي شوفي هاكي نلمها بيدي ترجع عجينه، بس انا راح نفتتها ما بغيتهاش تجيني خشينه بزاف في الصيقار. نجيب هنا باكي تاع الديول تاعي. انا هنا هزت خدمت هذا ديول العائله. نقسم هذاك الباكي على زوج باش تخرج لي كونتيتي، وتزيد ما تجينيش خشينه بزاف. وزيد نص راح نديرو صامصه ونص راح نديرو صيقار. نبدل شويه الشكل بصح الواحد كي يدير كما يحب. يعني بغيتي ديريها كامل صيقار ديريها. هنا نبداو نجيب الوراقي تاعي. هنا قبل ما نبدا عفوا نسيت هذه، نديرو زوج مغارف صغار ولا مغرفه شويه كبيره تاع فرينه ونحرحروها شويه بالماء تجينا كشغل عجينه هكا كيما نقولوا. المهم باش نلصق بها هذه العجينه راح نلصق بها باش ما يتحليش كي يكون يتقلى، وما نضمن انه ما تخرجليش هذيك الحشوه من الديول. هنا نبدا انا هنا نحل الوراقي تاعي ونحط. هنا درت انا مغرفه ونص بالمغرفه هذه تاع التحليات والديسار. المهم هذه المغرفه شويه كبيره، الواحد يحط كيما يحب الحشو. بغيتي تكتري فيها بغيتي تنقصي. انا هنا ما بغيتش لهم شخشان بزاف، درتهم رقاق. هنا كيما تشوفوا انا قوليناها سيجار عادي كيما تاع البوراك، ونقفلها بشويه هذيك العجينه ما نكترش باش ما تبليش من الجهه الثانيه. نحل كامل الوراقي تاعي ومن بعد نديرهم نعمر كامل هذوك الوراقي. انا كيما قلت لك نص باكي درتو هكا سيجار، والنص الثاني راح نستخدمه صامصه. انا راح نعاود لكم وحده ولا زوج باش تبان كيفاه درتها. كاين خواتات اللي مازالهم صغار، بنات صغار مازال ما يعرفوش يتعلموا. الوصفه هذه مفيده مليحه عليك في رمضان، تختصر عليك، يجيك ضيف. هذه اسرع من المسكوتشو واسرع حتى من الغرايف اللي موالفين نديروهم كي يجيونا ضياف على غفله. يعني هذه بسرعه حيت ما طيبي الطي والقهوه تكوني وجدتيها قليتيها خلاص، يدك هنا ويدك لهيه وانتي شاطره. ربي يبارك وخرجتي ضيافك فرحانين وزاهيين وخلاص، مع شويه ديسار اللي عندك في الدار ولا اي حاجه عندك وخلاص. هنا كما قلت لك ها هي كي نخدم الصمصه باسهل طريقه مش راح نديرها عجين. اخرين يقول لك لازم تكون عجين ولا في الصمصه باش ما تخرجليش. ها هي كي درتها عادي راكم تشوفوها تتقلى وراح نحطو حرش عادي. ها هو كيما لميتوش، مع اني نقدر يعني هذا تقدر تلميه وديريه كعباره وتحطيها، بس انا ما حبيتش بهذيك الطريقه. بغيتو هكا باش يتلملي يتفتت لي كيما نقولوا على العجينه كامل، وانا نعض كيما نقولوا نلقى ماشي كي تكون عجينه تقعد لي في فرد بلاصه. المهم هنا هاني عاودتها 3 ولا 4 مرات باش تشوفي بلي ها هي كي ساهله الصمصه تاعك تخدميها. اقفليها برك في الاول الشوكه تاع الاول اقفليها، وفي الاخر اقفليها بهذه الطريقه. ها هي كي جاتك سهله. هذه التطبيقه تاع الصمصه تجي في المالح والحلو عادي. المهم هنا كيما قلت لك ها هي كي نكمل نص العجينه تاعي كامل ونوجد الزيت تاعي. انا راح نقلي في كاسرونه، وانتي اختي الكريمه تقدري تقلي في اي حاجه. يعني الكاسرونه باش ما تديريش بزاف الزيت وتسخن لي بسهوله. المهم هنا نكمل نحشو كامل العجينه تاعي، وراح يبقى لي شويه من هذاك الحشو راح نخليه للتزيين في الاخر. ها هي كيفاش بقى لي من كاش عمرت باكي تاع ديول. انا هنا العسيله ما راحش نستخدم بزاف في الصحن باش ما تديرش فيها الزيت وما تلصقليش ومن بعد على الديول تاعي. كي نقلل السيجار والصمصه تاعي اذا كان بزاف الزيت فيها راح ما راحش تشربها لي، نخدمه بشوي شوي. هنا ها هي كي حتى الزيت درت في كاسرونه باش ما نكترش. هم الزوج هذو تلاصقوا لي حبوا بعضهم واش نحكي لكم، ما بصح بعدا نفرقوهم ما تخافيش.
يا رب. المهم هنا راح نشعلوا النار عادي. اول ما تسخن لنا الزيت قبل ما نلوحو نقصوا النار، نقصوا النار باش ما تحمرناش من برا وتتحرق ومن الداخل تبقى هكاك نية. هاكو شفتوها في الصورة في الاول كيفاه كانت مقرمشة الى اخر ورقة من الداخل. هاك مش ماهيش عجينة باش تطريها لنا من الداخل. هاي بسرعة بسرعة. هذه واش نحكي لكم يا ربي دقيقة وهي تقلات ووجدت خلاص. ما تلحقش دقيقة ثواني برك. ها هي كي انا كيما قلت لك راني درت شوية عسل، بس هذيك الزيت كي تكتر لي فيها ما تخليها ليش كي تكون فيها بزاف زيت ما تخليها ليش تلصق لي في الصامصة والسيجار. نخدم بشوي شوي. كل ما نخدم شوية تخلص لي العسيلة نزيد مغرفة ولا زوج حتى نخلص العجينة تاعي فيها ما فزتش بزاف العسل وفيها ما تشربها لي هذيك الصامصة. هنا نكمل كامل الحبات تاعي. واذا شتي الزيت تاعك حالت لك صفيها برك، نحي هذاك الزيت واللي بقى لتحته نحيه، شلي الكاسرونه تاعك وعاودي ردي ولا المقله وعاودي ردي نفس الزيت ماشي تبدلي زيت واحد اخر. خاطر مش الشيكوله هذيك تطلق كولارها ويتفتت لك شوي منها، يخرج لك شوي منها داخل المقله. انا هنا ما صورتهاش عفوا. هنا ها هي كي واجده نزينها بهذاك الشيء اللي بقالي ولا بنواد كوكو ولا باي حاجه. كيما السيجار انا زينته بخطوط من الشوكولا من نوتيلا. هنا ها هي كي واجده الصينيه تاعي وجدتها للضيافه. هذا السيجار واجد زيناه شويه بنواد كوكو شويه بالشوكولا النوتيلا هذيك درتها هكا بالفوق. والسيجار زيناه ب... بالاخر بالنوتيلا حتى هو بالكاوكاو هذاك اللي بقالي ونواد كوكو. ها هي كي واجدة محشية بنواد كوكو كاكاو كاوكاو والنوتيلا ذوقها رائع. ان شاء الله تعجبكم وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك. في امان الله وحفظه.